السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في وصفات سامولين جبت لكم اليوم وصفه جديده اللي هي كما راكم تشوفوا مملحات ولا فطائر في مقلاة ولا يعني واش عندك ما عندكش عندك غير تشكشوكه، ديري غير بالتشكشوكه وبطاطا مقليه كما باغيين ديروا تشكشوكه وبطاطا مقليه يعني ويكتفي. اي معايا المقادير كيفاه نحضروها ايطاب باغ ايطاب مع العجينه غير المخمره. هذه العجينه ما تخمرش ما فيهاش خميره الخبز، يعني نديروها غير قسمه تريح برك ونبداو نستعملوها فيها غير خميره الحلويات. هذا ما كانش تجينا خفيفه، هذا ما كانش حبينا نديروا لها خميره الحلويات. يعني هي معي المقادير كيفاه نحضروها ايطاب باغ ايطاب روعه. هذه العجينه والفطائر روعه. عندي غرفه هكذايا كبيره يعني مسطحه السكر، عندي باكيات على خبازه الحلوى نديو منها زوج نص يعني نص الباكي، يعني الوزن تاعها 5 غرام. كذا نجيبو بواطه ياغورت طبيعي ونجيبو نفس الكميه تاعها نجيبوها حليب دافي هكا نفسها نجيبوها حليب دافي ومن بعد نزيدو الا خصينا نزيدو المقادير. عندي لهنايا زوج كيسان ونص تاع الفرينه ما يعادل 350 غرام، زوج كيسان ونص كيما هذا الكاس اللي دائما نستعملوه. عندي لهنايا الزيت، كل 100 غرام تاع الفرينه نديروا لها غرفه تاع الزيت. لهنا عندي 3 غرام ندير لها 3 مغارف ونص هكا 3 مغارف ونص شنو تكوني فهمتي. كنديروا غرفه صغيره تاع الملح ونخلطوا كاع هذه المكونات مع بعض. واذا خصينا الحليب نزيدوا الحليب، الا حبيتي ديري حليب مجفف ومن بعد تخلطي بالماء كيما تحبي هكذا. هاي انا ما يخصهاش بزاف، واحد شويه برك هكا، يعني راهي تقريبا جات لنا سوا غير واحد شويه برك هكذا باش تجينا خفيفه. هذا مكان نخلطوا كاع هذه المكونات هكذايا ونخليوها ترتاح ما بين نديروا الحشو تاعنا هكذا نعجنوها شويه هكذا. تجيبي هذيك العجينه تاعنا وتعجنيها واحد دقيقه ولا زوج حتى تشوفي السطح تاعها يعني ولا ليس هكذا. يعني واحد العجينه تجينا هايله هكذا. الا شتيها ما حبيتش تمشي لك زيدي لها هكذا شويه فرينه وعجنيها هكذا، يعني باش تجيلك سهله كما حنا نقولوا سهله معنا هكذا. هاي ديري لها هكذا واحد دقيقه ونعاود نولي معاك نكملوا الوصفه تاعنا هكذا. ها شوفي تخليها هكذايا ديري لها هكذا حتى يولي السطح تاعها ليس وتخليها ترتاح. هنايا ما درناش العجينه باش تخمر، ما درنالهاش الخميره، خليها ترتاح ونروحوا للحشو. عندي لهنايا كميه تاع البصل شوفي هكذايا، يعني عندي لهنا داك البصل الورق والبصل هذاك اليابس هكذا. ندير داك المكور ندير يعني كميه على حسب افراد العائله. عندي حبه تاع الطاجي كبيره حمراء، هذه لازم تكون حمراء يعني ولا نص. ندير لها هكذايا واحد تقريبا واحد 3 مغارف هكا كبار، يعني عمريهم تاع الزيت ونديرها تتقلى هكذا. كي يتقلى شوفي ها ما ديريلوش كاع الماء، ها هو شوفي كي يتقلى زيديلو شويه تاع الملح هكذا وزيدولو شويه تاع فلفل كحل هكا، نزيدلو شويه تاع فلفل كحل ونخلطو هكا. خلطو يزيد يتقلى هذو لي زيبيس شويه. نديرلو 2 سنات تاع الثوم، نديرلو 2 سنات تاع الثوم، حبه نسكرفجها وحبه نقطعها بيدي. دوك نوريلك هاي حبه نسكرفجها باش تجينا بنينه، وحبه انا عندي 2 سنات كبار وحبه هكا نقطعها غير شويه. ومن بعد تحبي ديري لها باذنجان مشوي، انا عندي واحد الحبه تاع الباذنجان دوك نجيبها هكذا شويه وكاع هي واجده. نزيد نديرها هنايا بعد ما يتقلى هذا الثوم شويه، خليه يتقلى شويه ومن بعد نكملوا باش نديروا الطوماطيش. دوكا نزيدوا لهنا 2 حبات كبار تاع الطوماطيش وتقشريهم وتقطعيهم هكذا صغار هكذا. ودوكا خلاص ها هو دوكا انا نحي شويه هكذا خليها ونزيدو نروح نوجد لك هذيك السردين كيفاه ندير لها هكذا. تجيبي العجينه يعني وديري لها هكذا، يعني ما راهيش يعني نديكازيوها ولا نجيبو الفرينه هكذا. ديري لها هكذايا تاعنا وتجيبي تقطعيها هكذا حتى على 6 7 يعني على حسب الكبر اللي تحبيه هكذا. انا نجيب الموس ونقطعها هكا 1 2 3 4
5 6 هاهي وحده صغيره. دوك نزيد ندير لها كاع شويه تولي لي وحده على فيها بزاف، ندير لها كاع شويه هاك ونكورهم كاع هكا نكورهم ونجيبو سنيوه وندير لها الفرينه. هاهي هكا شوفي نزيدو لها لي هكذا نكورهم كاع. نعاود نولي معاكم نكملو الوصفه تاعنا. كتجيبي ساشي وتغطيهم خليهم يرتاحوا بحيث الحشو تاعنا ما ينفد، يعني واحد 10 دقائق تقريبا. نعاود نولي معاكم. هكذا نجيبو حبه، نبداو بالحبه. الحبه اللي درناها الاولى تكون ريحت، نجيبوها هكذا ونحلوها. نستعينو ماشي بالفرينه، نستعينو هكا تجيبي شويه تاع الزيت ديري بالزيت هكا حليها بالزيت علاه مليح كي تريح باش ما تعجبكش كي تحل. انا راني درت الطاجين تاعي كي خليتها تريح، راني درت الطاجين تاعي راهو سخن. دوكا نبداو نديرو بالحبه. ها ما ديريش الزيت بزاف حيت كي معارك، لا غير شويه قسمه تمشي معانا هكا. هكذا نحلها مليح، نحلها يعني شويه دقيقه ما تجيش خشينه، ما فيهاش الخميره. هي هكذا شوفي هاهي الحبه تاعنا كيفاه تجي هكا، تجي هكا. ومن بعد نديرو هذيك نديرو التكتوكه. هاهي بعد ما بردت معنا نديرو لها من هنايا هكا، يعني تقدري ديري غير التكتوكه والبطاطا مقليه واسمو قولي لي والفرماج، ما ديريش كاع هذا اللي درتهم. انا عندي قناه تسمى لازم ندير باش نبريزونتي وانتي ديري واش عندك، يعني ما تكلفيش روحك. تجيبي هكذا شويه تاع التكتوكه وتجيبي هكذا شويه بطاطا مقليه. لي زالجيريان نحبوا بطاطا مقليه. انا عندي لهنايا شويه زيتون كحل هكذا. اليوم اختاريت ندير الزيتون مكحل، ما حبيتش ندير الخضر. هاهو يعني تبدلي الكو تاع الخضر. وعندي لهنايا شويه تاع الدجاج. هاهو ندير غير شويه هكذا رحيه وديريه. انا درتو قطعتو صغير هكذا يعطي غير البنه غير شويه. هاهو كيما كتشوفي. ونجيبو فرماج رابي ونديرو هكا من فوق هكا. ونجيبو الجهه الثانيه نعاودو نغلقو بها، يعني ما ديريش في الطرف باش نغلقو بها هكا. ونرفدو العجينه تاعنا ونديروها في الطاجين هكا، نغلقوها هكا كشغل كي لي سوفلي هي في مقلاة هكا بدون اختمار، يعني بلا خميره الخبز. تجيبيها هكذايا هاهي حاولي كيفاه ترفديها بلا ما تحليها، يعني ما تخافيش عليها تنحل نورمال. ولا تستعيني بالبابي كويسون. بابي كويسون يساعد بزاف في هذه الوصفات هكا. انا اللي عملتها بزاف دوكا ما حبيتش هكا نرفدها هكا. هكا تجيبيها هكذايا وديريها هكا وخليها دوكا طيب من هذه الجهه. انا شوفي عملتها بزاف، انتي ما تعمريهاش هكا ما تعمريهاش. دوكا نزيد لك واحده اخرى هذه خليها طيب ومن بعد نقلبوها الجهه الثانيه ونزيدو نديرو الثانيه هكذا. ومن بعد تجيبي وتقلبيها الجهه الثانيه. هاهي مازال ما بدلناش اللون الذهبي هذاك الاحمر، خليها هكا. من داك ديريها هكا ونزيدو نديرو حبه من هنايا هكذا. نزيدو نديرو العجينه يعني الخبزه الثانيه ونشوفوا هذه الى طابت لنا هكا. نقلبوها شويه هكا الدور ونطيبوهم للزوج. ومن بعد نشدوها من هنايا ونطيبوها هكا ونروحوا في صحن التقديم. نقدم لك يعني هذه الوصفات. هذا هما الفطائر تاعنا، يعني غير تجربوهم بلان بزاف، يعني سورتو للاولاد لي ساندويتش كي يجيو ملي يكونوا يلقاوهم ولا في الليل وتجيبيهم وتقسمي هكا. شوفي هاهي هكا ونوريلك من داخل كيفاه يكونوا. شوفي داك الفرماج يعني كلش كاين، يعني فيها كاع الخضار. وتحبي ديري داك الباذنجان تحبي ما ديريش، يعني كيما تحبي. هذه هي وصفتنا تاعنا اليوم. جربي جيم اموديل الوصفه. نقولك دائما اللي عجبتك وصفاتي اشتركي معايا في القناه دائما. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر. والسلام عليكم ونحبكم في الله.